السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما وقافين عند الحق. أولا أفتخر أنني جزائري، والله لي كامل الفخر والشرف أنني أنتمي إلى هذا البلد المبارك. ثانيا أتشرف ولي كامل الشرف أنني احتجزت في مدينة رسول الله لأكثر من 6 ساعات بسبب الدعاء لإخواني في فلسطين. أنا سأقص عليكم ما حدث لي، لا من سبيل القصص أو من سبيل البطولات أو شيء، لا. أريد أن أنبه إخواني المعتمرين، ثم أنبه الوكالات باش ينبهوا الناس وينبهوا المعتمرين، وأنبه إخواني الأئمة وإخواني الزائرين إلى بلاد الحرمين. ولن أتكلم لا على نظام من الأنظمة، ولن أتكلم لا على السياسة ولا على شيء، لأنني أنا رجل دين أتكلم عن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أيام لم أخرج لا في فيديو ولا شيء، وكنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفدت الهاتف باش ندعي لنفسي والإخواني بعدما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت سلمت على رسول الله ثم خرجت. رفدت الهاتف كالعادة نشارك إخواني لحظات طيبة وندعي لهم، فاغتنمت الفرصة لأدعو لإخواني الضعفاء المقهورين المظلومين. مستشفيات دمرت، مساجد فجرت، أطفال صغار قتلت ذبحت. ألا يستدعي منا هذا كله إلى الدعاء؟ ما نقدروش ندعو وندعو في أشرف المناطق وأشرف الأماكن حتى يؤمن الناس على دعائنا؟ أهذا أمر؟ أهذا إجرام؟ أهذا الأمر عظيم؟ طيب، أنا لم أكن أعرف بأن هذا الأمر ممنوع في بلاد الحرمين، لم أكن أعرف، وأقسم لكم بالله أنني فعلته بطيبة خاطر وبكل عفوية، ما إن أكملت الدعاء إلى أن التف حول العساكر. فبدأ بدأوا الاتصالات وكذا، ومنها نحاو مني الهاتف، فقلت لهم غير الخير، وش كاين؟ غير الخير، ما الذي جرى؟ فقال لك الفيديو اللي درته الآن. وش درت؟ قلت اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير، اللهم اجعلهم ينامون فلا يصبحون عن بكرة أبيهم. والله هذا هو الدعاء، لم أزد فيه ولم أنقص، ولم أتكلم لا على النظام ولا على أنا خاطيني هاد الصوالح، وأنتم تعرفونني جيدا، أنا خاطيني السياسة وخاطيني كامل الأمور. طيب، صدقوني بالله، من 5 مساء وأنا محتجز من مركز إلى مركز، وصلت حتى الأمن العام وزارة الداخلية عندهم. فقلت لهم قلت لهم بالله عليكم، أنا الآن ضيف من ضيوف الرحمن، أنا ضيف عندكم من الجزائر، وأنا من أهل القرآن. كان يكفيكم أن تقولوا لي هذا الأمر ممنوع، وأنا مباشرة نحذف الفيديو. وكما كان الحال لما في أول الوهلة لما تكلم معي العسكري قال لي ممنوع، حذفت مباشرة الفيديو، حذفته مباشرة. صدقوني واحد ما هدر معايا، وأنا صاحب سكر وضغط، ما نقول لكمش كيفاش كنت نحس روحي وكان معايا ابن عمي كان مريض أيضا. أقسم لكم بالله 6 ساعات وأنا محتجز من أجل دعاء
في الحرم المدني لمن؟ لأهل فلسطين. وأنا أعرف بأن في وقت مضى كان أئمة يعني يرتقون منبر الحرمين سواء المدينة أو مكة، فيدعون لإخواننا الفلسطينيين ويدعون لغزة ويدعون لفلسطين عامة. فلم أكن أعلم بأن هذا جرم أرتكبه أنا. أقسم لكم بالله قد ما كان شرف لي أنني أحتجز من أجل الدعاء لإخواني الفلسطينيين وإخواني الشهداء في غزة، قد ما كان الأمر صادم بالنسبة لي، لأنني علاش ضيف من ضيوف الرحمن. ثم أعامل إحدى المعاملات، يعني ما نقول لكمش، لن أتكلم، أقسم لكم بالله إلى أن سمعت كلمة متهم، إلى أن سمعت كلمة واحد الضابط قال عندي متهم دار فيديو بالدعاء لإخواني في فلسطين. والتهمة ما هي؟ التعاطف مع الإخوة الفلسطينيين والدعاء لهم. داروا لي محضر وبصموني. مهم، والله لن أعارض، بالعكس هذا شرف لي وهذا درس بالنسبة لي، درس، لأنني لم أكن أعرف ولم أكن أعلم بأن هذا الأمر ممنوع ولا يصح ولا يجوز لأحد من زوار بيت الله عز وجل. انتهى المطاف على ماذا؟ على أن حكمت المحكمة بحجز الهاتف تاعي اللي صورت به، حجزاته عندها، وأحال إلى مكتب الإرشاد في الحرم. أنا بدوري أحال إلى مكتب الإرشاد لأجلس مع رجلين أحسبهما والله حسيبهما ممن يفتون الناس وينصحون الناس ويرشدون الناس. فجلست بين أيديهم حتى ينصحونني بماذا؟ قلت لهم الآن أنا بينكما حتى تنصحانني بألا أفعل وألا أدعو بعد اليوم لأهلنا في غزة. طيب ما فيش مشكلة. الذي حاز في نفسي أن واحد منهم قال لي ما كانش واحد يرفع التليفون ويدعي لغزة وفلسطين وهم الآن لا يحتاجون منا لا دعاء بهذه الطريقة بالهواتف وكذا، لا يفعل هذا إلا مرائي أو طالب سمعة. قلت له أشققت على قلبي؟ أنت في الحرم الآن، شققت على قلبي أنني أريد سمعة أو أنا مرائي بهذا الأمر؟ قلت له ربي يغفر لك يا أخي. الشاهد من هذا كله، أريد أن أنبهكم أنتم يا من تعتمرون، يا من تزورون سواء المدينة أو مكة، حل عينك، خاصة إذا رحت مع زوجتك ولا رحت مع يماك. أقسم لك أنا ولد عمي مازالو شاب صغير، أقسم بالله قريب حبس قلبه. وينتهي المطاف على أنه واحد الأخ مصري واحد آخر فلسطيني قالوا لي يا شيخ والله غير ربي يحبك وعندك دعوة الخير. واحد منهم قال لي كنت قادر 15 يوم ما تبانش، واحد آخر قال لي كنت قادر سنة ما يعرفوش وين راك كامل. فأنا أنصحكم، أنا الفيديو هذا درته مجرد قصة حتى يعتبر بها الناس، وما نحكي وما أعترض على أي شيء. هي بلادهم، الله يعاونهم، هي بلادهم، ربي يوفقهم وربي يعاونهم، وهذا النظام ديالهم ربي يعاونهم، ربي جالس على كرسي الحق. الله عز وجل يجلس على كرسي يحكم بعدله، وسع كرسيه السماوات والأرض، لن أزيد فوق هذا ولن أنقص. ولكن أنا ننبه الناس اللي يطلعوا يعتمروا ويديروا، الدير شال تاع فلسطين يديوك المعتقل، يحجزوك ويديروا لك محضر، تلبسي حجاب فيه، وانا شفتها رأيتها عيانا من اندونيسيا وماليزيا دايرين شال ولابسه وحده حجاب فيه العلم الفلسطيني، احتجزوها وداروا لها محضر. فواحد يروح يعبد ربي ويدعي بينه وبين ربه، يدعي بينه وبين الله عز وجل.